is the most selfish thing you've ever done. I'm proud of you. I hadn't noticed that before you mentioned it. Well, now that I've mentioned it, how do you feel? Bad. Shame on you. All right, this goes against everything I stand for, but desperate times call for desperate measures. Lord. You want to drive? Sure. Hey, Sheldon. Oh, good. You picked me. You picked me. بص يا صديقي، دايما أي مؤلف بيحاول يصنع شخصية الناس تتقبلها وتحبها بيبعد عن صفات معينة. أعتقد مؤلف شخصية شيلدون كوبر محضرش الجزئية دي، لأنه لما صنع الشخصية دي ملاها بالعيوب الخارجية اللي متتقبلش في البداية خالص، وصعب كمان على الناس نتعلق بشخصية فيها العيوب دي، لأنها في الطبيعة عيوب قاتلة في أي شخصية. فتخيل مؤلف حب يصنع شخصية المفروض في الرؤية العامة بتاعتها إنها شخصية محبوبة، فصنع ليهم شيلدون كوبر. انت صنعت شخصية نرجسية مغرورة عنصرية، بس الغريبة انها من اكتر الشخصيات المحبوبة في تاريخ التلفزيون الامريكي. مش بس كده، دي كانت العامل الاكبر في المسلسل يستمر عرضه كذا موسم زيادة، وانه يتعمل منه مسلسل في محاولة تانية لحل بالشخصية دي، الشخصية المثيرة الغنية بالخصائص. شيلدون كوبر شخصية قدمها اتنين، جيم بارسون قدم الشخصية وهي كبيرة في المسلسل الاشهر ذا بيج بانج ثيوري لمدة 12 موسم، وقدمها وهي صغيرة إيان أرماتيج في مسلسل يونج شيلدون لمدة 7 مواسم. سواء الشخصية اللي قدمها إيان أو جيم، كانت الشخصية محتفظة بكتير من صفاتها، لأن الكتابة كانت بتحط تبرير للشخصية دي ليه عندها الصفة دي. كانت تبريرات هنقدر نوصفها بالفلسفية، لأن بالرغم من حبي لطريقة طرح شخصية شيلدون جيم بارسون، إلا أن ما قدمته شخصية شيلدون إيان كان في بعض الأسباب من المرات اللي نكمل فرجة على الحلقات. بس شيلدون كوبر ليه؟ في الأول أنا عبد الرحمن ودي بحب السيما. دي بقى السحر يا بيه. المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلق دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. Mind, I'd like to stop listening to you and start talking. Very smart man. Don't you think if I were wrong, I'd know it? Is he talking about himself? If he's talking about himself. بحب السيما قوي يموت. طب شيلدون كوبر في الرؤية العامة بتاعته هو جيك، اللي هو الشخص اللي بيقعد يذاكر ويضحك كتير جدا. ايه الملفت في قصة الجيك دي عشان احكيها؟ حاسس ده اول سؤال جه في دماغ المؤلف وهو بيصنع الشخصية. هو حرفيا بداية القصيدة كفر. نبدأ بأول وأشهر صفة عند شيلدون وهي الغرور، ودي كانت رسمته فيها جميلة. هو راجل عالم فعنده قدر من التعليم كبير، وبما ان تعريف الغرور حسب دكتورة شيماء عبد المطر التميمي في بحثها اللي نشرته بعنوان عزة نفس، قالت انه يعبر الغرور عن سلوك الانسان الذي يعكس في داخله الكبرياء بشكله المتضخم والمبالغة في الثقة بالنفس، حيث يتصرف الشخص المغرور بفخر كبير بما يمتلك من ثروة او مكانة او تعليم. وشيلدون مش بس متعلم، شيلدون ده معاه 2 دكتوراه ودخل الجامعة وهو عنده 14 سنة فعامل انجاز. فهو عنده ما يدفعه للغرور، يدفعه لاحتكار علماء الجيولوجيا زي صديقه بيرد، يدفعه انه يعتبر كمان الجيولوجيا مش علم. Someone called George R.R. Martin. This guy knows how to finish a story. Biology isn't a real science! يدفعه كمان انه يحتقر المهندسين زي ما بيتعامل مع هاورد. I appreciate the gesture, but this is a graduate level physics class. I don't think you'd understand a single thing I was talking about. ويحتقر علماء اي تاني فرع في الفيزياء زي ما بيعمل مع لينارد. That's it? Well, that doesn't sound so complicated. It's not. That's why Leonard does it. بس هل احتكار شيلدون نابع من غرور ام ان هو حقيقته كده؟ هو عامل انجازات كتيرة، فاللي بيوصف بيه نفسه مجرد انه بيعترف بنفسه، بيقدر نفسه. ماشي المفروض يكون متواضع، لا مش المفروض يكون متواضع، هو حب الطريقة دي يعبر بيها عن نفسه. يعني شيلدون وهو صغير دخل هاي سكول، فده انجاز، وانه يتكلم عنه وشايف انه من حقه ياخد الفضل انه ذكي لانه عمل كده، ده من حقه. وانه دخل الجامعة وهو عنده 14 سنة واخد 2 دكتوراه، فشيلدون فخور بنفسه ومش مغرور. الجزء ده بيتوضح في باقي البحث. الدكتورة شيماء في فقرة بعنوان حقيقة الغرور قالت في الفقرة دي: يعبر الغرور عن مشاعر داخلية لدى الشخص تكون في الحقيقة مغايرة لما يظهر على حاله في الظاهر، حيث يمثل ذلك ببساطة ووجاهة وقناع جيد لإخفاء الشعور بالخوف بأنه ليس جيدا بما فيه الكفاية في عيون الناس. قد يسيطر عليه الشعور بأنه لا يستحق شيء ما في الحياة، ولذلك يقوم بالتصرف في صورة أنه الشخص الأكثر استحقاقا على الدوام رغم معرفته أن الحقيقة غير ذلك.
وهذا ما يدل على انعدام الأمان لديه بشكل عميق مما يدفعه للتمثيل وارتداء الأقنعة. يعني بتقول لك الشخص بيظهر حقيقة مغايرة اللي عنده، بس ده ما حصلش مع شيلدون. شيلدون دي حقيقته، هو جيد جدا في عيون الناس وبيفرح بالحاجة اللي عنده. طريقته خلت الصفة التانية الملصقة بيه هي النرجسية، وان شيلدون مجرد شخص نرجسي. بس لا، شيلدون مش نرجسي. اكتر حاجة بتبروز الشخص النرجسي هي العلاقات. علاقة الشخص ده عاملة ازاي مع اهله، مع اصدقائه. في كتاب علاقات خطر الدكتور محمد طه كان بيتكلم عن علاقة الشخص النرجسي باللي حواليه. قال الجزء دي: حد مستعد يضحي بأي حاجة في أي وقت عشان خاطر نفسه، مستعد يرمي أي حد، مستعد يدوس على أقرب وأحب الناس ليه علشان يطلع سلم الواحدة لفوق أو خطوة واحدة لقدام. بس لأ، بس شيلدون مش كده. شيلدون بيهتم بأمر أصحابه وأهله بشكل أكتر كمان من ناس كتير. يعني لما ساعد صديقته بيني بالفلوس وقال لها تدفع وقت ما تحب. Here. No, I can't. Don't you need money? Well, yeah, but... This is money I'm not using. وإنه بيصلح علاقتها بلينارد لما تبوظ، مع إنه بيكره التغيير، ودخول بيني في حياة لينارد سبب له كتير من التغيرات. ومثلا تشوف خوفه على صديقه لينارد لما كان بيعمل عملية. I don't care for this at all. I need to see he's okay. وحاجات تاني زي انه بيحب يطلب صلاة مع امه مع انه شخص مش مؤمن، بس دي حاجة بتبسط امه فبيعملها. By his hand we are all Fed. Give us, Lord, our daily Bread. دي تصرفات ما تنفعش تكون لشخص نرجسي. سمعتك وانت بتقول طب لما هو بيقدر نفسه ليه بيحتكر الجيولوجيا، ليه بيحتكر بيرد، ليه بيحتكر لينارد وتخصصه، ليه بيحتكر هارد عشان معاه ماجستير مش دكتوراه. الاحتكار هنا او تقييم من الاخرين ما كانش طريقة غرور على قد ما طريقة دفاعية منه عشان يحمي نفسه، لان طريقة اكتسبها من زمان لما دخل مدرسة وهو صغير. هو قرر يلجأ لطريقة لحماية نفسه فكان بيهاجم الناس. فوقت كتير كان بيعترف ان الهندسة شيء مهم وقوي ويبقى عاوز يشتغل على بحث عن الجيولوجيا. I would like us to work together again. I promise to keep my geology comments to myself. يبقى فاهم قيمة الكمبيوتر وتأثيره المستقبلي، حتى وان هو اعتبر الفيزياء النظرية اهم في المدى البعيد للمستقبل. تلاقي فاهم كتير قيمة اصدقائه وحبهم ليه، وتلاقيه كمان فاهم قيمة حب ايمي ليه، بدليل انه بيخاف عليها من حساسية من الافوكادو. It has avocado on it. She's allergic to avocado. Are you so jealous of our relationship you want Amy to die? وبيفرح عليها بفستان الفرح اللي هي اختارته ومحدش من اصحابها عجبها، بس هو فرح لها انه عجبها هي. Wow, you look beautiful. Really? Because I was gonna return it. So glad you like it. Because it's gonna be my wedding dress. دي تصرفات عمر الشخص النرجسي ما يهتم بإظهارها خالص، لأن عنده نفسه هي الأهم وهي الأولى بكل شيء. هو الكاتب لعب لعبة على عيوب الظاهرة، بالطبع طرحها بشكل كوميدي، بس هو ما حطش عيوب، هو حط صفات وزي ما تقول كده خدها على الفوتوشوب عدل فيها وبينها لك انها عيوب. بس في صفات تانية هي مش عيوب، بس غريب اختيار. يعني ان شيلدون شخص متعلق جدا باللي حواليه وبيكره التغيير لدرجة انه لما نقل من تكساس لكاليفورنيا كان عاوز ياخد تام معاه صديقه علشان هو متعلق بيه. لما تام ما راحش اعتبره من قائمة اعدائه، ومعتبر اللي حصل من تام اقرب للخيانة. It's been a long time. Not long enough to erase the sting of betrayal. When I moved to California, what did you do? I stayed in Texas. I can't believe this guy. حتى بعد ما ساب تام، الشخص اللي كان ساكن معاه قبل لينارد هو شخص اسيوي، زي ما يكون كده كان بيدور على تام تاني، لان شيلدون عاش حياته بدون صديق غيره. فصفة التعلق دي دايما بتظهر بطريقة سيئة. بس الانسان حسب الفيلسوف الامريكي هارلي هارلو مش هيعيش بالحليب، يعني مش هيعيش بالاكل والشرب. الانسان محتاج عاطفة مش هياخدها من الاكل والشرب. ده السبب الاقوى والدافع لتعلق شيلدون باصدقائه وبامه في الاول، لان محدش تاني هيبادله العاطفة دي اللي اتوفرت له بعدين من ايمي، اللي لما انفصلت عنه مرة جاب 25 قطة عشان يحاول يعوض الحنان، ومرة تاني راح محطة القدر وفضل قاعد فيها مش عارف يعمل حاجة. هو حب تمييز ايمي ليه وتمييز امه ليه من قبلها، مش لان هو عاوز يرضي غرور عنده، لا، لان محدش هيديه الحب ده من اللي حواليه، لان محدش فاهمه. التمييز ده اللي كان بيحس بيه لما صديقه يوصله بعربيته، هو كان بيحاول يسليه في العربية بالالعاب، حتى وان كانت العاب علمية هو ما يعرفش غيرها. فهو سعى انه يكمل كبني ادم، مش مجرد واحد ذكي شوية، هو عاوز يكون بني ادم بيحاول يفهم النكت، بيحاول يفهم السخرية حتى وان كانت منه. وبس كده اكون انا خلصت. لو في اي حاجة حابب تناقشني فيها سواء بخصوص شيلدون او حاجة تانية في السينما، فانا احب اسمع رايك. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، ولا تنسى يا اخواننا من صالح الدعاء. ولو حابب تدعم القناة فاحنا فعلنا خاصية ثانكس
لو حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمة او في جديد لسه هينزل، فاعمل اشتراك. سلام.